انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس منذ قليل المحلل الرياضي الكبير والإعلامي الدكتور مدني رحيمي. وأعلنت وسائل الإعلام السعودية الرسمية مساء الخميس وفاة مدني الرحيمي المحلل والناقد الرياضي الشهير عن عمر ناهز 76 عام، حيث عم الحزن الوسط الرياضي في جميع أنحاء المملكة. ويتساءل كثير في السعودية عن سبب وفاة مدني الرحيمي الذي بدأ حياته في نادي الاتحاد، وانتقل بعد مسيرته التعليمية في مجال الرياضة والتحليل الرياضي من خلال استضافته لبعض الشخصيات. أما عن سبب الوفاة وبحسب ما تابعته من تغريدات عبر منصات التواصل طبعا أشخاص مقربون طبعا أعلنوا أنه توفى في المستشفى والمستشفى التخصصي. ونعى كثير من الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي الإعلام الراحل داعين الله له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن مدني لعب لنادي الاتحاد خلال فترة الثمانينات الهجرية قبل أن يعتزل كرة القدم لإكمال تعليمه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه.